هو انا نفسي اسال سؤال لوزير التربيه والتعليم. هو حضرتك شايف ان الناس عندها رفاهيه انها تقف في طابور البوسطه علشان تدفع مصاريف المدارس؟ يعني ليه انا افضل واقف في طابور البوسطه 3 4 ساعات عشان ادفع مصاريف مدرسه ابني، عشان ما ينفعش يخش من غير ما يدفع المصاريف؟ لان انتوا اللي بتقولوا في الاعلام حاجه واللي في المدارس حاجه تانية خالص. تقول لا مش مهم المصاريف، وفي المدارس يقول لك لازم المصاريف. وطبعا هم مغلوبين على امرهم، الكلام ده ما بيجيبوش من عندهم. طب ما تخليني ادفع في المدرسه، لكل واحد يروح يدفع في مدرسته بالفيزا برضه، عشان انت خايف ان مديرين المدارس ياخدوا الفلوس في ايديهم. ادفع بالفيزا وتريحني، بدل ما طحنت البوسطه. انت ما بتشوفش الناس واقفين ازاي في الطوابير عشان تدفع مصاريف المدارس؟ اقف طابور يا راجل في البوسطه 3 ساعات؟ ده منطق؟ هو في كده في الدنيا؟ يعني الرحمه حلوه. علشان ادفع مصاريف المدرسه ادفعها في زفت المدرسه؟ ليه اتطحن في الشمس وفي القرف 3 4 ساعات علشان ادفع مصاريف مدارس؟ مفيش كده. ما كل واحد يدفع في مدرسته. انا مش عارف انتوا بتعملوا إيه في الناس، والله. يتوب علينا ربنا.